أهلا بيك يا جو معانا في بودكاست خاص بالأبهات. المواضيع كلها خاصة، عايزين الأبهات يسمعونا ويشاركونا ويفهموا كمان كم حاجة كده هنتكلم فيها. أولا هنتكلم عن موضوع القدوة، بس قبل ما أتكلم عن موضوع القدوة معاك النهاردة حابة أقول إن أنت أب، وتاني حاجة ان انت ترينر بتساعد الابهات ازاي يكونوا فعلا ابهات صورة حلوة حقيقية، مش مثالية لكن صورة جميلة لأولادهم. النهاردة هنتكلم عن القدوة. عايزين ببساطة كده في الأول نقول إيه هي القدوة؟ طيب أولا أهلا بيك يا داليا. بصي، القدوة طبعا هي الشخص اللي الناس بتحتذي بيه، شخص عنده سلطة وعنده تأثير. دايما القدوة بتتاخد في الحتة الكويسة، ان الشخص الكويس الناس بتقتدي بيه، لا بس أوقات كتيرة الشخص بيبقى لا مش كويس والناس بتقتدي بيه برضه. بس دوري كأب إنه أنا أبقى قدوة لأولادي، ودي من أصعب الحاجات لأن الولاد دايما بتسمع اللي بتشوفه. يعني أوقات كتيرة أنا بتصرف إزاي في مواقف مختلفة، هو دي الأنماط اللي بتترسم في مخهم وابتدوا يتصرفوا على أساسها، لأن هم ما بيتعلموش حاجة غير من تصرفاتي. زي مثلا أنا بصحى الصبح بعمل إيه؟ بعمل سريري، بغسل سناني، بلعب رياضة، مبتسم في وشهم، بصبح عليهم، بصبح على مراتي، متعصب، مكشر، بتخانق، بعمل إيه؟ من أول الحاجات البسيطة دي، لأنه الولاد أنا ممكن في السن الصغير بالذات ممكن أعلمهم حاجات كتيرة قوي من غير ما أقول ولا كلمة. أوكي، يعني بابا بنقلده. الاب بيتقلد في حاجات كتيره قوي، والامثله انا بقولها دي الحاجات البسيطه، لا في مواقف اكثر عمقا في الحياه. انه حصل مشكله كبيره، يعني لا قدر الله عملت حادثه جامده بالعربيه، انا رد فعلي بيبقى عامل ازاي؟ هل في المواقف الصعبه، المواقف الكبيره، انا دايما رد فعل الاحداث، ولا عندي القدره ان انا اتمالك اعصابي واتمالك مشاعري وابتدي اتعامل بطريقه صحيه؟ لانه دي الحاجات اللي الاولاد بيشوفوها. وبرضو مش عايز اكون بتكلم على اب مثالي، لا دي حاجات انا محتاج أكون عارفها، إنه الولاد بيشوفونا، الولاد بيتصرفوا بناء على رد فعلنا للحياة دايما. أوكي، طيب يعني الموضوع محتاج تدريب. شايفة إنه أنت بتقول لا لازم يكون رد فعلي محسوب وكلامي محسوب. طيب ولو حاجة فلتت من بابا القدوة؟ اوكي، عجباني قوي كلمه تدريب دي، لانه احنا لما بنعرف الحاجه الصح، ودي الفكره ان احنا بنقول الحاجه الصح، ان انا لما اتحط في الموقف مخي عارف الحاجه الصح فببتدي اعملها، بدل ما مثلا كنت كل مره كنت بتعصب، لا هبتدي اتعصب مره ومره لا، وبعد كده كل ما المعلومه تثبت في دماغي ابتدي اتدرب، هبقى بتعصب مره ومرتين لا. فانا وارد اغلط طبعا، وارد انه اوصل حاجه غلط للولاد، بس الفكره ان انا قبل ما اقول للولد يعمل ايه انا ابتدي اعملها. يعني لو انا هتدرب على الحاجه الصح وقتها اقدر اقول له وادربه كمان ان هو يعمل الحاجه الصح. اوكي، يبقى انا الاب لازم يلاحظ نفسه ولازم يدرب نفسه، والمواقف هي اللي بتعلمه. بس في نفس الوقت انت بتقول ان هو لازم يلاحظ نفسه ويمشي مع نفسه ستيب باي ستيب في الخطوات اللي هيبقى فيها اوريدي هو جاهز ومستعد وعارف هو الرياكشن بتاعه ايه في موقف ما. يعني لو حد كسر حاجة في البيت، لو حد اتخانق في البيت، بابا اللي عايز يبقى قدوة يعمل ايه في موقف زي كده؟ طبعا هو انت لو اتكلمتي مع دكاتره نفس كبار جدا على موضوع التربيه وكده، لو بتشتكي من الولاد اول حاجه هيسالوها سلوك الاب والام عامل ازاي. فهو التربيه صعبه، التربية محتاجة تركيز، التربية محتاجة صبر، التربية محتاجة ان انا اتعلم انا نفسي حاجات جديدة. ما انا اتعودت على كده، اتعودت ان اول ما حاجة تتكسر في البيت، انا زمان كان لما حاجة تتكسر كان اول حاجة بابا بيعملها معايا ان هو بيتعصب عليا. فانا لما حصل كده في البيت عندي اول حاجه اتعصبت طبيعي. فانا محتاج اتدرب على مهارات جديده في التعامل مع نفسي وفي التعامل في مواقف مختلفه في البيت، عشان انا في الاخر عايز احسن حاجه لاولادي. بس هو الموضوع مش بالسهوله دي يا جو. يعني اي اب بيسمعنا دلوقتي ما هو مش سهل ان انا ابقى اب متدرب وفاهم وازاي اتحكم في ردود افعالي وازاي اكون قدوه لاولادي. الموضوع مش سهل. طبعا الموضوع مش سهل. انا بقول الفكره ان انا محتاج كل يوم افكر نفسي وادرب نفسي انه انا عندي ولاد،
انا محتاج ان انا اظبط تصرفاتي، محتاج اركز في تصرفاتي. انا فاكر حتى من المواقف القليله اللي حصلت البسيطه جدا، احنا اكتشفنا انه انا ابني بيعمل كده بعينيه وهو بيتفرج على التلفزيون او بيبص على حاجه، فافتكرنا انه هو محتاج حاجه، محتاج يكشف نظر. ففي الاخر اكتشفنا ان هو بيقلدني. انا بعمل كده عشان انا المفروض بلبس نظاره كنت وبكسل لابس البسها نظارة. فما بلبسهاش، فهو بيعمل كده عشان انا بعمل كده. فهو بيقلدني حتى في تعبيرات وشي، في طريقه أوكي. بصيتي لمامته، في طريقه بصيتي للناس، في طريقه كلامي للناس. بنزل الشارع بقول صباح الخير، شكرا. الحاجات البسيطه دي، الروتين البسيط اللي احنا في طريقة كلامي، في طريقة كلامي. تعاملاتي مع الناس اللي حواليا، مع ماما وانا بتكلم في البيت بيبقى عامل ازاي. صح. بيشوفني بصلي ولا لا. ما هو من احدى الحاجات الشكاوي اللي بتجيلي انه طب انا الولد ما بيصليش. طب هو بيشوفك بتصلي. وبعد كده الفكره كمان في التغيير اللي بيحصل. يعني انا لما بصلي هل بتغير؟ فهو التغيير ليه تأثير قوي قوي على الولاد. لما بيشوفوا انه في حاجه بتتغير وقتها بيقول لا انا عايز اعمل زي بابا. تحب تكون قدوة في ايه لأولادك ويتعلموا منك ايه؟ احب ان انا اوري لهم ان انا بعمل الحاجه قدامهم زي ما بعملها من وراهم، ان انا بقى طول الوقت اللي انا بقوله بعرف اعمله، مش بعمل حاجه مستخبيه عليهم، لكن ابقى عايش زي ما انا. النجاح، التحمل، الاستمراريه في عمل بيقوموا بيه، never give up. مهم جدا اكون قدوه لاولادي في الحياه الروحيه. هم زي ما احنا بنعيش مش زي ما احنا عايزينهم يكونوا، فهم لو شايفيننا احنا منتظمين في الكوايت تايم، في القعده قدام ربنا، في القعده قدام كلمته، في الصلاه، هم لوحدهم هيخرجوا او هيطلعوا ويكبروا هم متعودين يشوفوا ده ويمارسوه، غير لما نكون بننصحهم واحنا نفسنا مش عايشين ده. لو احنا مهتمين مواظبين على الحضور للاجتماعات والكنيسه، هم لوحدهم هيكونوا كده. لو هم شايفيننا بنطلع العشور قدامهم بنحطها في صندوق العشور، هم لوحدهم هيتعلموا ان من مصروفهم لازم يكونوا بيطلعوا العشر بتاع ربنا. دي حاجه مهمه جدا. حاجات تانية، المحبة العملية الحقيقية لشريكة حياتي وليهم. المحبة بلغتها المختلفة، بالكلام والأحضان ليهم ولشريكة حياتي، ده لازم يبان قدامهم. بالهدايا البسيطة جدا، مش لازم تكون حاجات غالية لكن حاجات رمزية. وأنا جاي من سفر وأنا جاي من مشوار لازم أقول لهم إن أنا افتكرتهم وجبت حاجة، حتى إن شاء الله بسكت صغيرة جدا. المحبة بإن أنا أساعدهم في الحاجات اللي هم محتاسين فيها وعايزين مساعدة. المحبة بإن أنا أديهم وقت، إني لما واحدة فيهم يكون عندها مشكلة أو متضايقة من حاجة وتيجي تتكلم معايا، أنا بقصد الحقيقة إن أنا أطفي خالص التلفزيون مثلا وأنا بتفرج على ماتش أو بشوف نشرة الأخبار، بقفل بميوت أو بطفي خالص وبقول لها الوقت ده بتاعك، احكي كل اللي أنت عايزاه. ده مهم جدا. أعتقد لما بفكر في حاجتين، إن يكون حقيقي، الشخص اللي جوه البيت هو اللي بره البيت، وأحب إن هم أولادي يكونوا كده. الأمانة، أحب إن أولادي يكونوا أمنة في الفلوس وفي العلاقات وفي كل حاجة. طيب لو حصل ان بابا القدوة، واحنا بنتكلم عن القدوة، والأب مثال قوي للقدوة قبل الأم، لو بابا غلط، اللي هو الصورة الحلوة اللي احنا شايفينها، لو حصل غلط الأب يواجه ولاده بالغلط بتاعه ازاي؟ يعني يصلح الغلط ده ازاي علشان يفضل بابا القدوة؟ اوكي، طبعا قصة ان الأب يغلط ده طبعا هتحصل، ويعني هتحصل على طول. كلنا بنغلط، انا اول واحد بغلط. لما تغلط، ودي حاجات بتحصل لي انا في البيت، يعني انا اقول لولادي او ابني لازم تعمل كذا، بيقول لي طب ما انت ما بتعملش كده. فهو بيجي يواجهني بالغلط اللي انا بعمله. فطبعا انا اوقات ممكن اقول له صح، انت معاك حق، انا غلطت. بالذات بقى في موضوع الزعيق والعصبيه، وما فيهاش مشكله. انا بشوف ما فيهاش مشكله. كان في زمان اعلان بيقول تكة المفتاح امان. فالتكة مفتاح بابا هي امان ولا هي رعب ولا هي لا مبالاة مثلا؟ يعني دي امثله. المفتاح فعلا، صوت مفتاح بابا وهو بيفتح الباب ده مؤشر مهم جدا في نفسية الأولاد. طبعا، لأنه أنا من إحدى أدواري إن أنا أكون بعمل أمان في البيت. فأنا بيقولوا إيه، بابا البركان اللي على وشك ينفجر في أي موقف جه، ولا بابا اللذيذ اللي بتاع اللعب الحاسم في نفس الوقت حنين وفي نفس الوقت بيتسمع كلامه. فأنا محتاج أفصل، بس ما فيش مشكلة ببقى تعبان يعني. بس ما يبقاش نمط حياة، ما يبقاش ان انا كل يوم باجي تعبان من الشغل فبخش اوضتي اريح ساعتين. بس دي ما يبقاش اسلوب حياة طبعا. طيب سمعت حاجة كده مؤخرا بتقول ان الاخلاق بتتورث. اوكي.
مش عارفة المعلومة دي علميا صح ولا غلط، وبيتقال انه كمان انه جيناتك الأخلاق بتبقى في الجينات، ولكن البيئة اللي حوالين الإنسان ليها تأثير أقوى من تأثير الجينات. اوكي. وده متعلق بموضوع القدوة، إنه الولاد هيبقى في قدوة هتغير كمان حتى في الحاجات الموروثة. بصي طبعا هو في جينات بيبقى في اولاد عندهم قابليه اكتر ان هم يبقى عصبي اكتر، يبقى عنده ذكاء ايموشنال انتليجنس، ذكاء وجداني اكتر. تمام يا جو، يعني احنا بنقدر نغير ولادنا بالتوجيه، ولا بقعد أكرر الموضوع كذا مرة، بتكلم أكتر من مرة، بلاحظ المواقف، بعمل إيه عشان أغير سلوك أولادي وأنا كمان بتغير وبتشكل معاهم في نفس الوقت؟ يعمل إيه الأب؟ طيب احنا مش عايزين نقول انه اللي بيدرب ده محتاج يمستر الموضوع، يعني محتاج يبقى محترف في الموضوع. مش عايز احمل الاب اكتر من طاقته، بس احنا زي ما لما اروح اتدرب على مثلا مزيكا، لو حد هيدربني على آلة موسيقية لازم يبقى هو عارفها. لو هروح اتدرب كورة لازم المدرب يبقى عارف كورة. لو هروح اتدرب اي حاجة لازم اللي هيدربني يبقى عارف. فانا السؤال برضو يرجع، انا بتصرف ازاي وليه ابني بيعمل كده؟ عشان هو شاف حد بيعمل كده. فأنا محتاج أرفلكت على نفسي الأول، أنا محتاج أتغير وأدرب نفسي إن أتغير وابتدي أوجهه. وحلوة حتة التدريب إن أنا ممكن أعمل التكنيك بتاع إنه الولد مثلا قلت له حاجة فرد عليا بعصبية أو رد عليا بزعيق، فأقول له أنا فاهم إن أنت متضايق وفاهم إن أنت متعصب، بس أنا عايزك لو سمحت تقول نفس الجملة تاني بصوت واطي ومن غير عصبية. فأنا بدربه وبوجهه على الحاجة الصح. لو أي فعل هو بيعمله غلط أنا بوجهه إنه يعمل صح وأخليه يتدرب عليه اعمله تاني بالطريقة الصح. بس طبعا أنا لازم أكون أنا اللي عملته، ما بقاش أنا اللي برد عليه بعصبية وأنا اللي برد عليه بأسلوب غير لائق وأجي أشتكي. هحكي لك كده على موقف ولد بيلعب رياضة والولد اتعصب، فالمدرب بتاعه قال له بص هتلعب تمارين ضغط دلوقتي 10 دلوقتي. اوكي. فلعب 10 وعدت، وبرضه وهو بيلعب الجيم وخلصها اتعصب تاني، فالمدرب زود 20 تمرين ضغط. هل العقاب بيغير السلوك؟ لو بابا استخدم العقاب قبل يعني بعد التوجيه مرة واثنين وثلاثة بس ما فيش تغيير للسلوك، العقاب بيكون مفيد ومش عقاب مؤذي. يعني أنا زي ما قلت لك 10 تمارين ضغط 20 تمرين ضغط مثلا. اوكي. العقاب اللي مش مؤذي اللي مفيد او اللي هيخليه دماغه كده يعمل له الارم، لا ده انا بابا هيزعل مني في الموقف ده بابا بيعلمني في الحته دي اني ما اعملش كده. اوكي. طيب هو طبعا انا الخبره بتاعتي بتقول ان العقاب ما بيجيبش نتيجه. اللي بيجيب نتيجه التأديب، حتى لو عقاب مفيد. ما هو لو عقاب مفيد بالطريقه الصح يبقى اسمه تأديب، لان العقاب في فرق بين العقاب والتأديب. دي لازم نفرق ما بينها، لازم نفرق ما بينها، ولازم اتعلم انا كأهل أو كأب وكأم لازم اتعلم ايه الفرق بين العقاب والتأديب. النهارده ابني بيغلط، انا اولا لازم استغل كل فرصه ان ابني بيغلط فيها عشان اعلمه ايه الصح. مش اول رد فعل ليا انه تعالى هتتعاقب، لا، انت غلطت فبوجهه بقول له اللي انت عملته ده غلط. غير التاني بوجهه تاني مرة واثنين وثلاثة، لما خلاص افهم ان هو فاهم الغلط ابتدي اتفق معاه على نتيجة للغلط. بس السن ده بيبقى كام سنة يا جو اللي بتقول انا ينفع اتكلم معاه؟ يعني المرحلة الاولانية الطفل بيقلد معانا ل6-7 سنين هيقلدك. بعد 6-7 سنين هبتدي بقى هتكلم معاه، صح؟ مظبوط. لا يعني انا بقول لحد مثلا سن المراهقة انا بربي في مواقف، يعني في مواقف بتحصل كده. يعني مثلا احنا بنزور ناس والناس عندهم ولاد فضرب الولد، كانوا بيلعبوا واتخانقوا فضربوا، فبفهمه ان الضرب ده غلط، احنا ما بنأذيش حد، وببتدي اتكلم معاه. عملها تاني بفهمه تاني زي ما قلت، تالت مرة هقول له انت فاهم انه الضرب غلط، لو ضربت احنا هنضطر نمشي. طبعا نتيجة للغلط اللي هو بيعمله احنا هنضطر نمشي. وفي شقين هنا، اولا لازم تقول حاجة تقدر تعملها. اللي بيخلي ابهات كتيره يفقدوا سلطتهم انه مش بينفذوا عشان هم بيعاقبوا، يعني بيرموا العقاب بنرفزه وبسرعه
فبيكتشفوا ان هو طب احنا ما نقدرش نعمل كده. يعني ما تبقاش مثلا معزوم عزومه كبيره قوي عند عزومه عيله في عيد معين ورايحين ولابسين وعاملين، وتيجي تقول له طب احنا مش هنروح. ما انت مستحيل يعني طبعا. انت اكيد هتروح. فقول حاجه انت تقدر تنفذها. فاول حاجه هتقول له الحاجه اللي تقدر تنفذها، ولو حصلت تنفذها. والتأديب هنا قبليه وبعديه بيبقى فيه حب. يعني أنا ايه حب بقى؟ يعني انا يعملها ازاي الاب؟ يعني اولا خلينا نقول بعدها، عشان بعدها هي الاصعب. بعدها هيبقى في رد فعل من الولد، في متضايق وبيعيط وبيتقطع، وطبعا دي حاجه هتقطع قلب الاب والام، ان بنشوف الابن بيتألم. بس اوقات الالم ده بيكون لصالحه، هو ده الحب، ان انا اخده في حضني واقول له انا فاهم، ااكد على مشاعره. انا فاهم ان انت متضايق، انا عملت كده ليه، انا عملت عشان كده، عشان انا بحبك، عشان انا محتاج، انت محتاج ان انت تكون بتبطل ضرب. لو نفذت التأديب وقتها خلاص هو هيتعلم وهيفهم انه انا لو عملت حاجه وبابا قال لي هيعملها. بس ما يبقاش الاب بيستخدم سلطته بطريقه غلط. عشان الاب ليه سلطه طبعا. لا احنا هنعمل كده. العقاب، انا اتعاقبت على حاجات ما ودي حاجه من الحاجات المهمه قوي، ما عاقبش الولاد على حاجه انا ما وعيتوش عليها. يعني ما يجبرش حاجه ما وعيتوش عليها يعني ابني ما يجبرش يوصل 11 و12 و15 سنه والاقيه بيبتدي يشرب سجاير مثلا، وانا عمري ما قعدت معاه وفهمته خطوره السجاير واعاقبه. ودي الخبره بتاعتي، ان انا اتمسكت بشرب سجاير، اتقفشت بعد 3 شهور، لكن اتعاقبت بعد 3 شهور، فضلت 13 سنه بشرب. فالعقاب بعد 3 شهور ما جابش نتيجه معايا. اولا انت عاقبتني على حاجه ما قلتليش انها صح، والعقاب كان فيه رد فعل. فالحاجتين طيب اللي سؤالي يا جو، هل بابا كان مدخن؟ لا، ما كانش مدخن. لا. يبقى طيب ما هنا كده القدوه داخل فيها ناس تانية طبعا. فمش عايزين برضو، يعني مش عايزه احمل الاب زياده عن اللزوم. لا انت قدوه وانت قدوه اولى، بس الاب برضو يعمل ايه في الناس اللي بره يعني. أوكي. وده بيجي اعتقد من الجزء اللي انت قلته، انه اتكلم مع اولادي، اتكلم من بدري. يعني صح. اعتقد لو بابا كان اتكلم معاك من بدري كان الموضوع هيختلف. اوكي. طبعا الاب قدوه، فبتحدد نسبه كبيره قوي من الفعل. يعني انا لو بابا بيشرب سجاير، فأولا أنا هبقى بنسبة أكبر هطلع أشرب سجاير. ولو شربت هو هيقول لي إيه؟ مش هيقدر يوجهني. ده في القدوة. لكن أنا شربت سجاير في نسبة قليلة، إن أنا لما ببقى مراهق ببقى متأثر بأصحابي أكتر، فهنا تيجي دور التوعية. أيوة. فطبعا مش شرط أي حاجة بابا بيعملها، حتى لو بابا بيعمل حاجة صح ممكن أنا أعمل الحاجة الغلط، بس أوعي. وفي العكس، يعني في ابهات بيشربوا سجاير لكن ولادهم بيبقوا كارهين السجاير، مش حابينها طبعا، لانه هم بيشوفوا اوقات التاثير السلبي اللي عامله من ريحه ومن شكله وممكن يبقى عيان، فهو عيب بسبب السجاير، وهو سمع الكلام ده من الدكتور. أيوة. وبعد كده يعني مش عايز اخش في قصه السجاير، بس اوقات كتير السجاير هي كمثال مش قصدنا يعني، بس ده مثال كبير قوي بيخلينا نفقد سلطات على حاجات تانية كتير. يعني ما اقدرش اقول له مثلا ما تاكلش سكريات مثلا، يعني ما اقدرش اوعيه على السكر. طب ما انت بتشرب سجاير، اي حاجه بعد كده. لا هو مش مدرك برضو ان دي نوع من انواع ادمانات مختلفه، يعني السجاير زي السكر زي يعني زي حاجات تانية يعني طبعًا. ممكن طبعًا. الكبار يكونوا بيعملوها كل يوم وهم مش مدركين ان هم ده يعتبر نوع من انواع الادمان. بس مع ذلك برضو احنا التوعيه ليها دور مهم طبعا. وبيبقى فيه يعني الموضوع بيبقى فيه سبب، يعني انا بوعي وبقول الاسباب ليه انا بوعي وبقول ده ما ينفعش وده ينفع، وبيبقى السبب منطقي وعلى قد سنه ويفهمه. طبعا. واوقات كتيره محتاجه اطلع نفسي كأب من الموضوع. يعني لما اكلمه على حاجه غلط اوري له صور. يعني لو هو جه سالني على السجاير وهو عمره 9 سنين مثلا، تعالى نشوف الابحاث قالت ايه، النت بيقول ايه. تغيير السلوك بيجي بالتدريج، وبيجي مش بيجي مره واحده، بيجي على مدار الوقت وخطوه بخطوه، علشان وبرضو كل سن وليه التكنيك بتاعه طبعا. الاب اللي المفروض يستخدمه طبعا. بس برضو القدوه محتاجه قسوه،
لا مش محتاجة قسوة، محتاجة حزم، لأنه صورة الأب بالنسبة للولاد حاجة كبيرة قوي. بابا البطل الكبير ده الحاجة كبيرة قوي في نظري، بينزل على الأرض ويلعب معايا، ده بيترجم اللعب ده بيترجمه حب. يبقى القدوة بتساوي تواصل تواصل طبعا أساسي. طبعا. والتواصل بيبقى من بدري يا جو، يعني بيبقى بحس ان هو من والطفل في بطن مامته. كان في قصة جميلة كده سمعتها من كام يوم، بتقول انه كان في واحدة حامل، والاب كل يوم بيصحى الصبح يلمس بطن الام ويصبح على البيبي اللي جوه بطن مامته. طول ال9 شهور كان بيعمل كده. اول ما الطفل خرج للنور اتولد، فالاب بس بمجرد ان هو بيتكلم الطفل ابتسم ابتسامه كبيره جدا، مع انه سمع صوت مامته الاول، بس لما سمع صوت الاب كان رد الفعل مختلف جدا. وحتى الكاميرات صورتها، فواضح انه الاب ليه دور، يعني وحتى الابن او البنت في رحم الام نفسها بيبقى انه ما استناش لما ابني يتولد، او ما استناش لما ابني يبقى 5-6 سنين وابتدي اتكلم معاه او ابتدي اتفاهم معاه، او بنتي لما تكبر شوية ابتدي اقرب ليها واتفاهم معاها. لا، هو من بدري طبعا طبعا. ودي من الاخطاء الشائعة بتاعت الابهات. طب انا الطفل عمره سنة ولا عمره 6 شهور، انا هعمل ايه؟ لا استنى لما يكبر بقى ويبتدي يتكلم، وبعد كده انا مش عارف اشيله، او انا مش عارف اتعامل معاه. طبعًا. يعني لا، مسؤولية الاب موجودة من والطفل في رحم الام طبعا. ومن day one ولادة طبعا. والحد النهاية هيفضل الأب دوره موجود كقدوة طبعا. في التوجيه وفي الاحتواء وفي الحنية وفي المحبة. طب من اول ما يتولد، يعني طبعا. لما يتولد انا من احدى الحاجات انا محتاج اغير له، لانه ليها سبب علمي. انا لما بغير له الهرمون اللي بيفرز في مخ الولد المسؤول عن الحميميه هو نفس الهرمون اللي بيفرز في مخي وانا بغير له. يعني احنا نتمنى ان الابهات ياخدوا خطوات جريئه زي اللي انت بتقولها دي، يعني انا شخصيا اتمنى كده. وعايزين نقول كده في الاخر حاجه عن القدوه نساعد بيها الابهات ان هم يكونوا قدوه، ويركزوا في موضوع القدوه، ويركزوا ان هم مرايه قصاد ولادهم، لانه اللي هيشوفوه بعدين في أولادهم من أخلاق أو من ردود أفعال أو من حاجات كتيرة قوي هيعدوا بيها في حياتهم، هو نفسه كان هو اللي كان سبب فيها في وقت من الأوقات. صح. فنقول إيه بقى لبابا في الآخر اللي بيسمعنا، ونقوله كده خطوات في موضوع القدوة يمشي فيه سكة كده، رحلة يمشي فيها ويركز فيها مع أولاده. طيب طبعا احنا قلنا انه مفيش اب كامل، ودي حاجه لازم نقتنع بيها. انا الهدف ان انا اشجع كل اب انه ربنا عارفك كويس قوي، عارف قدراتك، عارف امكانياتك، عارف شخصيتك، وعارف ضعفاتك، بس اختارك تبقى اب للولاد دي. فدي حاجه تشجع قوي. انا محتاج اتعلم، طبعا محتاج اتعلم، ومحتاج اتدرب، ومحتاج اغير في حياتي، ومحتاج يبقى ليا كبير، محتاج يبقى ليا كبير. اذا يعني طبعا محتاج اصلي ان ربنا يساعدني اعمل الكلام ده، لكن محتاج يبقى اسمع توجيهات مراتي اوقات كتيره جدا. اللي بيساعدني على اني اعدل الحاجات الغلط اللي بعملها مراتي، لان انا اوقات كتيره ما بشوفش نفسي. النهارده لو ما سالتش الناس اللي حواليا في كل حاجه، ده في الحاجه الطبيعيه، في الشغل، في الحياه كده، إيه انا بغلط ازاي، فيقولوا لي انت بتغلط في كده، فابتدي اعدلها. التربيه مش سهله، التربيه فيها مجهود، محتاجه صبر، محتاجه تغيير، ومحتاجه شغل. انا مش بجيب الولاد وخلاص واحط رجل على رجل وزي ما تيجي التربيه يعني. بس في حاجه مهمه بس هقولها قبل ما نخلص. الاب هو صوره ربنا على الأرض قدام أولاده، طبعا دي قبل ما يفهموا علاقتهم بالله وقبل أي حاجة. طبعا لأنه أنا في الأول وفي الآخر بقول الله هو بابا، الله هو الأب. طبعا دي أول حاجة، يعني الصورة الأولى ربنا هي الأب. عشان كده هتلاقي انه في اوقات كتيرة قوي شباب بتبعد عن ربنا خالص عشان ربنا بتشبه بالأب. فطبعا هو عشان كده بقول انت محتاج توري الولاد علاقتك بربنا، وربنا بيعمل ايه في حياتك. ودي اول صلة انت بتعملها بين الولاد وربنا. اول صلة انت طبيعة علاقتك بربنا، وطبيعة حياتك، وطبيعة كلامك، وكل حاجة. اوكي، شكرا ليك يا جو. العفو يا داليا، ميرسي.